في واقعة هزت محافظة القاهرة وتحديدا مدينة 15 مايو، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على سيدة تونسية بعد اكتشاف احتفاظها بجثة زوجها العرفي لمدة 30 يوما داخل شقتهما المستأجرة. على جثة الزوج الذي تبين أنه طبيب مصري شهير مغطاة بقطعة قماش ومغمورة بكميات كبيرة من الملح، والتي كشفت التحريات أنها محاولة من المتهمة لتأخير تحلل الجسد وإخفاء خبر الوفاة خوفا من الملاحقة القانونية بسبب إقامتها غير الشرعية في مصر. وكشفت التحريات أن سيدة تونسية تركت رسالة ورقية لصاحب الشقة مدونا فيها أن الطبيب توفي طبيعيا من حوالي شهر، وأنها لم تتمكن من الوصول لأحد من عائلته لدفنه، وأنها خشيت الإبلاغ بسبب وجودها غير القانوني في مصر. وكان الطبيب يعاني أمراضا مزمنة وفق التحريات، ما يرجح أن وفاته كانت طبيعية. ومع ذلك فإن تصرف المتهمة الذي تضمن استخدام الملح لحفظ الجثة أثار تساؤلات حول دوافعها الحقيقية.